الفيديو ده هوريكوا ازاي عملت روبوت ما بيتمسكش. الفكرة في الروبوت ده انه بيحس ان لو حد قرب بيهرب منه. المشروع ده كان صعب جدا، واجهت فيه صعوبات كتيرة، خد مني وقت طويل، بس اتعلمت منه حاجات كتيرة جدا. فتعالى اوريك انا عملت ايه. الروبوت ده كان جاي في صورة العربية ديت اللي انت ممكن تشتريها وتجمعها. زي ما انتوا عارفين ان انا دلوقتي بتعلم الروبوتكس، فبحب اجيب الحاجات ديت اركبها وبعدين اعدل عليها اغيرها بحيث ان انا اتعلم من التصميم الاصلي او الحاجة الاصلية، واتعلم لما اضيف تعديلات عليها. الروبوت الاصلي ما كانش فيه الحاجات اللي انا زودتها بعدين، فخلينا نبص على المكونات الاصلية ونركبها ونشوف انا عملت ايه بعدين. ده البطارية بتاعت الروبوت، هيجي الكلام عنها بعدين. ده اسمه الشيلد، وده بورد بيركب فوق الأردوينو، بيسمح لنا إن احنا نوصل حاجات مباشرة بالأردوينو. دي الكاميرا بتاعت الروبوت، وده اسمه الاي ميو أو حساس اللي بيحس التسارع، وده انفراريد سنسور، وده التراسونيك سنسور هيجي الكلام عنه بعدين. واخر حاجة المايكرو كنترولر اللي هيشغل كل ده الاردوينو. خلينا نبدأ نركب. اول حاجة محتاجينها ان احنا نجمع الموتور، فاحنا محتاجين القطعة دي. الموتور ده موتور عادي بس متوصل بجير بوكس عشان يخلي سرعة الموتور تبقى أبطأ بس أقوى. وده شيء بيبقى غالبا مطلوب في كل المواتير، عشان المواتير بتلف بسرعة بس العزم بتاعها ما بيبقاش قوي قوي، او مش زي لما نوصله بجير بوكس، زي فكرة جير بوكس العربية كده بالظبط. انا كنت عايز افتحه ابص عليه من جوه اشوف شكله عامل ازاي. ده شكل التروس من جوه، واضح ان هو 4 مراحل. معرفش ليه بس في حاجة في شكل التروس عامة في أي حتة بتشدني بطريقة غريبة. تحس إن التروس ديت هي أصل أي حاجة ميكانيكية، وإن معظم الآلات الميكانيكية لازم يبقى فيها تروس. خلينا نرجع بعد كده كل حاجة زي ما كان، ونثبت الموتور في القاعدة زي ما الكتالوج بيقول. بعد كده عندنا القطعة بتاعة تتبع الخطوط. الروبوت ده لو رسمنا خط اسود كده هو بيعرف يمشي عليه عن طريق استخدام الحساس ده، اللي بيستخدم الأشعة تحت الحمراء عشان يلقط لون الخط. أنا زي ما قلت المشروع ده أخد مني وقت ومجهود كبير، لأن كانت فيه حاجات كتيرة جدا جديدة عليا أول مرة أعملها وأتعلمها. التركيب ده سهل، بس التعديلات اللي عملتها بعد كده واجهت فيها مشاكل كتيرة جدا علشان أعرف أحلها. وده يوديني لسؤال كان حد سأله في الكومنتس، ازاي انا بتعلم الحاجات دي. الحقيقة ان الطريقة اللي بتشتغل معايا هي ان احط نفسي قدام المشكلة او الحاجة اللي عايز اعملها وابدأ ادور احلها ازاي. يعني مفيش مصدر واحد او حاجة واحدة هي اللي بروح لها اتعلم منها. يعني مثلا لو اتقال لي انت محتاج تبني عمارة، اول حاجة هعملها هخش على جوجل واكتب ازاي ابني عمارة، هلاقي مثلا ان انا محتاج ارفع مقاسات واعمل عمدان واعمل حيطان. فبعدين ادور على جوجل برضو ازاي اعمل عمدان وازاي اعمل حيطان للعمارة وهكذا، لحد ما اعرف ازاي احل المشكلة اللي قدامي. طبعا ده مثال بس عشان اوضح الفكرة. احنا عندنا ميزة كبيرة الحمد لله، ان احنا عايشين في وقت المعلومة فيه متوفرة بسهولة وبالمجان. ومن اهم المهارات اللي الواحد لازم يتعلمها ازاي يدور على المعلومة. انا اكتر سؤال بسأله على جوجل هو how to او ازاي. زود على كده احنا عندنا الذكاء الاصطناعي زي تشات جي بي تي وغيره، لازم نستغل الادوات ديت في صالحنا ونستخدمها عشان تساعدنا نوصل للحاجة اللي احنا عايزينها. طبعا الطريقة دي بتاخد مجهود كبير ووقت، بس طالما الحاجة الواحد بيحبها هو بيكون مستمتع وهو بيعمل حاجة زي كده.
مشكلة الطريقة دي إنها بتاخد وقت ومجهود كبير جدا، لأن الواحد مش بالضرورة يكون عنده الصورة الكاملة لكل حاجة، بس طالما الواحد بيعمل حاجة بيحبها هو بيكون مستمتع وهو بيعمل حاجة زي كده. ومع تكرار المحاولة بتبدأ الصورة تتضح والمعلومة بتبقى ثابتة جدا لأنها جت بعد تعب. هنا أنا ركبت الأردوينو وبعدين ركبت الشيلد اللي جاي مع الأردوينو. الشيلد دوت هي بورد زي إضافة بتركب فوق الأردوينو عشان تزوده بإمكانيات زيادة. يعني مثلا الشيلد دوت فيه موتور درايفر وفيه قطعة صغيرة بتلقط الأشعة تحت الحمراء عشان الريموت اللي جاي مع الروبوت، وده بيوفر علينا إن احنا نجيب القطعة دي كلها منفردة ونوصلها بأسلاك للأردوينو. وده طبعا بيخلي التوصيل أسهل بكتير من غير دوشة الأسلاك الكتير، وديت حاجة أنا واجهت فيها مشاكل قدام زي ما هنشوف. بعد كده ركبت الالتراسونيك سنسور والكاميرا فوق السيرفو موتور اللي المفروض هيلفهم، ووصلت كل الأسلاك للمكان المخصص بتاعها، وبعدين ركبت العجل في الآخر. تمام، ده الشكل النهائي للروبوت. دي البطارية، دي القطع الإلكترونية، دي الكاميرا، التراسونيك سنسور، المواتير هنا، وتحت هنا القطعة اللي بتتتبع الخط. المفروض في القطعة الإلكترونية ده المفروض اللي بيستقبل الأشعة تحت الحمراء من الريموت. ده زرار ريست، ده زرار بيغير المود بتاع العربية، ده زرار ليه علاقة بالكاميرا. ده الالتراسونيك سنسور أو الحساس فوق الصوتي. ده بيشتغل بنفس نظام الرادار، ان هو بيطلع موجات فوق صوتية تطلع تخبط في حاجة وترجع يستقبلها تاني. حسب مدة الانعكاس ده خدت وقت قد ايه نقدر نحسب بعد الحاجة اللي الموجات خبطت فيه. عايز اوريكم هو بيشتغل ازاي. هنا انا بقيس موجات الصوت خدت وقت قد ايه عشان تروح وترجع تاني. احنا عارفين ان المسافة بتساوي السرعة في الوقت، والسرعة احنا عارفينها اللي هي سرعة الصوت اللي بتساوي 340 متر في الثانية. بس احنا عندنا هنا المدة الزمنية محسوبة بالمايكرو سكند، فهنحول سرعة الصوت من متر في الثانية لسنتيمتر في المايكرو سكند. وعشان نجيب المسافة هنقسم على 2 لأن الموجات بتخبط وترجع تاني. وزي ما انتوا شايفين هنا بيرجع لنا المسافة بالسنتي. أنا بس مبطئها شوية عشان التصوير، فأنا إيدي أهو مثلا على بعد 3 سنتي أو 2.5 سنتي. بعدين كل ما أبعد كل ما المسافة بتزيد. لو شلت إيدي ووجهته بعيد خالص والمسافة زادت 150 و160 سنتي. خلينا نبص على الروبوت وهو بيشتغل. الروبوت ده ليه كذا مود ممكن نشتغل عليه. اول مود هو ان احنا نتحكم فيه مانيوال باستخدام الريموت ده. اشتغل عادي بالريموت، اطلع قدام، لف، عادي جدا ما فيهوش اي فكر زيادة يعني. الوضع التاني هو وضع تجنب العوائق، وده الروبوت بيفضل يمشي. لو الالتراسونيك سنسور حس ان في حاجة قصاده بيغير الاتجاه ويمشي في اتجاه مختلف. بس في اوقات كنت بحس انه مش عارف هو بيعمل ايه ولا ايه، بيخبط في الحيطة.
الروبوت كان جاي متبرمج جاهز، فأنا ما عملتش أي حاجة من البرمجة بتاعة الأوضاع دي. الوضع اللي بعد كده وهو كان تتبع الحاجات، يعني لو في حاجة قدامه بيفضل ماشي وراها، ده كان غريب شوية، ما كنتش بحسه دقيق قوي. نيجي بعد كده على آخر وضع وهو وضع تتبع الخطوط. زي ما احنا شايفين هنا الروبوت ماشي ورا الخط الأسود، كان بيعطل بس في كام نقطة فكنت بساعده فيها، بس غير كده هو شغال كويس زي ما احنا شايفين. يعني مش قوي بس ما علينا. هو اللي بيحصل هنا إن السنسور بيلقط الفرق ما بين درجة اللون الأسود ودرجة اللون الأبيض. لو وصل لحتة هو مش عارف يعمل ايه بيفضل يتحرك يمين وشمال لحد ما يلقط الخط الأسود تاني، بس ده ما كانش بيشتغل في كل الأوقات زي ما احنا شايفين، وأحيانا كتيرة كان بيعطل. ده الروبوت زي ما انت شايفه كده، حلو وكل حاجة، بس ده ما كانش كفاية بالنسبة لي. أنا كنت عايز حاجة أكتر من كده. أنا كنت عايز أعمل روبوت ما يتمسكش، وعلشان أعمل كده هستخدم حاجة اسمها اللايدر. ده سنسور بيستخدم الليزر عشان يستكشف المنطقة المحيطة بيه ويكتشف أي عوائق في السكة. ده جواه ليزر بيلف بسرعة جدا وبيلقط انعكاس الليزر ده لما يخبط في حاجة علشان يحدد المسافة. نفس فكرة الالتراسونيك سنسور اللي اتكلمنا عليها بس بالليزر. اللايدر بيطلع كمية بيانات كتيرة جدا الأردوينو ما تستحملهاش، علشان كده محتاج استخدم ده راسبري باي. وده بقى قصة لوحدها خالص هتكلم عنها في فيديو تاني. بس هي باختصار كمبيوتر كامل صغير فيها كل الحاجات اللي الكمبيوتر محتاجها، يعني فيها رامات وبروسيسور وكارت شاشة. كمبيوتر كامل صغير، فده هيعرف يعالج البيانات اللي اللايدر بينتجها. احنا الروبوت هيبقى كده فيه اجزاء كتيرة جدا، هيبقى فيه البيانات من اللايدر والبيانات من الالتراسونيك سنسور والتحكم في المواتير. فعلشان ننظم الأمور دي كلها هنستخدم حاجة اسمها الروس، أو اللي هو اختصار Robot Operating System. ده برضو قصة لوحدها، بس هو المفروض إن هو بينظم التواصل ما بين أجزاء الروبوت المختلفة، يعني تقدر تقول كده بيخليهم يتكلموا مع بعض. أنا عندي مشكلة واحدة، إني عمري ما استخدمت اللايدر ولا الروس قبل كده، ومعرفش هشغلهم ازاي ولا هبرمجهم ازاي، فخلينا نشوف هعرف أعمل حاجة زي كده أصلا ولا لأ. الخطة كالآتي: لو بصينا على الروبوت من فوق أنا هحط 4 ألتراسونيك سنسور يبصوا في 4 اتجاهات مختلفة، وفوقيهم اللايدر. وظيفة الألتراسونيك سنسور إنه يحس لو حاجة قريبة، قول مثلا على بعد 30 سنتي، واللايدر هيعمل مسح للمنطقة كلها ويقدر يكشف الحاجات اللي على مسافة أبعد شوية. بمجرد ما اللايدر أو الألتراسونيك سنسور يحس إن حاجة قربت، الروبوت هيستخدم البيانات بتاعة اللايدر عشان يقرر هيروح فين. ممكن نقول مثلا يروح المنطقة اللي فيها أكتر مساحة واسعة، أو يتحرك في الاتجاه المعاكس، لسه معرفش بالظبط. المشكلة إن الألتراسونيك سنسور المدى بتاعه 30 درجة بس، فإحنا لو حطينا 4 ده هيغطي 120 درجة بس حوالين الروبوت، مش 360. علشان كده كنت محتاج أعمل القطعة اللي السنسورز هتركب عليها تلف بحيث إنها تغطي أكبر زاوية ممكنة. أنا فكرت كتير إزاي هعمل القطعة دي. المشكلة إن فوقيها هيبقى راكب اللايدر، وده المفروض يبقى ثابت في مكانه وما ينفعش يلف مع باقي القطع. فخليني أوريكم أنا حليت المشكلة دي إزاي. أول حاجة إحنا عندنا الدايرة دي متثبتة في الروبوت، وفي الموتور اللي هيلف القطعة بتاعة السنسورز وسط الدايرة، وبعدين المربع ده هنركبه على الموتور. ولو بصينا عليه من جوه التصميم بتاعه يسمح إن نحط العواميد دي
وهو يتحرك بدرجة معينة من غير ما يخبط في العواميد. الدرجة دي كفاية إن احنا نغطي ال 360 درجة حوالين الروبوت. أنا ثبت الأربعة ألتراسونيك سنسورز باستخدام الشمع، عارف إنه شكله مش أحسن حاجة بس هيأدي الغرض. بعد كده ركبت الأردوينو وكل حاجة تانية في مكانها. أنا كانت خطتي إن أنا أوصّل الراسبيري باي بالأردوينو، وإن الأردوينو هتعرف تتحكم في ال4 مواتير زي ما الروبوت الأصلي كان جاي، بس طبعًا الدنيا ما كانتش بالسهولة دي. فخلّيني أحكي لكم اللي حصل. أنا قررت إن أنا أغيّر العجل الأصلي اللي جاي مع الروبوت للعجل ده. العجل دوّة اسمه الMecanum wheels أو الOmnidirectional wheels أو العجل متعدد الاتجاهات. العجل ده تصميمه ذكي جدا لأنه بيسمح للعجلة والروبوت إنها تمشي في أكتر من اتجاه. إحنا زي ما إحنا شايفين كده العجلة الواحدة فيها كذا اسطوانة متركبة بالميل، فده بيخلي اتجاه العجلة ما يمشيش قدام وورا زي العجل الطبيعي، لا يمشي بالميل برضو. فلما نحط عجلتين قصاد بعض بيمشوا في نفس الاتجاه، محصلة القوة إنها تمشي في نفس اتجاه دوران العجلتين. بس بقى لما نلف العجلتين في اتجاه مختلف المحصلة بتاعت القوة بتطلع عمودي على اتجاه العجل، فده بيسمح لان الروبوت يمشي مش بس قدام وورا، لا يمين وشمال كمان. فانا قلت ديت هتبقى حاجة كويسة لو انا بعمل روبوت بيهرب علشان يعرف يتحرك في كل الاتجاهات. احنا علشان نعرف نتحكم في اي موتور بصورة الكترونية محتاجين حاجة اسمها موتور درايفر، ده اللي بيحول الاشارات الالكترونية اللي طالعة من الكنترولر او الكمبيوتر لكهرباء الموتور يفهمها. الموتور درايفر اللي جاي مع الاردوينو او بمعنى اصح الشيلد بتاع الاردوينو طلع بيتحكم في موتورين بس، فاللي هم كانوا عاملينه عشان يشغلوا الاربعة مع بعض ان هم موصلين موتورين بنفس الوصلة، فكله بيلف مع بعض. أنا كنت محتاج أعرف أتحكم في كل عجلة لوحدها عشان أعرف أحرك العجل ده زي ما أنا عايز قدام ورا يمين شمال، فكنت محتاج درايفر تاني، فده الدرايفر وده وصلاته متوصلة بالأردوينو ودي وصلات الكهرباء. بعد محاولات طويلة من إن أنا أبعت الإشارة من الراسبري باي للأردوينو، عايزة أوريكم أول مرة الموضوع اشتغل وأنا بجرب إيه اللي حصل. على قد ما الموضوع كان فيه خضة وكنت هكسر كل حاجة، بس كنت مبسوط جدا إن أخيرا شفت المواتير بتشتغل والعجل بيلف. وده ياخدنا للنقطة اللي بعد كده، من أهم الحاجات في أي روبوت تصميم نظام الباور أو الطاقة. أنا واجهت مشاكل كتير في موضوع الباور في الروبوت ده. كانت أول ما المواتير بتشتغل الراسبري باي بتفصل، أعتقد إن ده كان بسبب سحب المواتير لكمية كبيرة من التيار مرة واحدة. الحالة الوحيدة اللي كانت بتشتغل فيها كويس إن استخدم الشاحن الأصلي بتاع الراسبري باي واللي بيقدر يوفر لحد 5 أمبير، وده عالي جدا، بس ده طبعا ما كانش هينفع مع روبوت بيتحرك. هقولك أنا حليت المشكلة دي إزاي، بس في الأول هقولك إزاي تعمل تصميم لنظام الباور في أي روبوت. علشان نعرف احنا محتاجين ايه في النظام بتاعنا بنحسب احتياجات المكونات اللي عندنا، سواء من الجهد اللي انا بحب اقول عليه ضغط الكهرباء واللي بيتقاس بالفولت، او التيار اللي هو كمية الكهرباء واللي بيتقاس بالامبير. الروبوت بتاعنا هنا بالنسبة للفولت الدنيا سهلة. كل المكونات اللي جاية مع الروبوت الاساسي كانت متوصلة بالبطارية بتاعة الروبوت اللي بتطلع حوالي 8 فولت، فانا ما كنتش محتاج اغير اي حاجة ليها علاقة بالمكونات الاساسية. ولكن كان عندي الراسبري باي محتاج 5 فولت بالظبط، استخدمت المحول ده علشان يقلل 8 فولت ل 5 فولت ووصلتها بالراسبري باي بالسلك ده. بالنسبة للتيار أو الأمبير احنا بنحسب كل مكون استهلاكه قد ايه، وده ممكن نلاقيه بشوية بحث على جوجل ونجمع كله على بعضه ونتأكد ان السيستم عندنا سواء من البطارية أو من الأسلاك يقدر يتحمل كمية التيار ده. في الروبوت ده كانت تقريبا الإجمالي 8.3 أمبير، ولو خدت بالك هتلاقي معظمهم من الراسبري باي ومن المواتير واللايدر لأن فيه موتور. نرجع لمشكلة الراسبري باي اللي بتفصل. جربت حاجات كتير علشان أحل المشكلة دي، وآخر حاجة اضطريت ليها إني أضيف بطارية تانية منفصلة، واستخدمت المحول ده بدل التاني اللي ممكن أطلع منه سلك يو اس بي مباشرة أوصله بالراسبري باي، وده حل المشكلة. عايز اوريكم سريعا البيانات من اللايدر شكلها بيبقى عامل ازاي. اللايدر بيبقى شايف البيئة اللي حواليه في صورة النقط ديت اللي بتمثل انعكاسات الليزر من على الحاجات.
هنا مثلا انا قاعد قدام اللايدر بتحرك، دول ايديا وانا قاعد قدامه بتحرك، لو حركت ايديا النقط دي هتتحرك، لو حوطت عليه خالص كده هتلاقي الدنيا قفلت حواليه وكل النقط بقت في دايرة صغيرة. ولو رفعناه فوق كده هيبان شكل الأوضة أكتر حواليا، لأن مفيش الحاجات اللي على المكتب اللي بيخبط فيها. فاحنا ممكن نستخدم البيانات ديت إن احنا نعمل خريطة للبيئة المحيطة باللايدر. الحاجات اللي بحبها في الروبوتكس إن فيها جزء سوفت وير وجزء هاردوير. أنا بحب أشتغل بإيدي وأركب الهاردوير، وبحب أبرمج السوفت وير وبعدين أشوف الحاجتين بيشتغلوا مع بعض إزاي، وفي النهاية تطلع حاجة عملتها بإيدي. هتكلم هنا على التصميم العام للكود والروبوت شغال إزاي. مش هدخل في تفاصيل كتير علشان محدش يزهق، بس هحط لينك الكود تحت الفيديو. احنا عندنا السيستم شغال على الراسبيري باي، ونظام التشغيل بتاع الراسبيري باي مبني على اللينكس. لأسباب فنية كنت محتاج استخدم دوكر، وده حاجة كده بتسمح لينا ان احنا ناخد حتة من نظام التشغيل نشتغل فيها بصورة منعزلة عن باقي النظام. جوه الدوكر الروبوت بيعتمد على الروس او الروبوت اوبريتنج سيستم، وده زي ما قلت قبل كده هو مجموعة من الحاجات، بس اهم حاجة فيه ان هو بيخلي التواصل ما بين اجزاء السوفت وير بتاعة الروبوت سهلة. في نظام الروس كل جزء من اجزاء السوفت وير اسمه النود، وكل واحدة بتبقى مسؤولة عن وظيفة معينة. يعني عندنا واحدة بتستقبل البيانات من الالتراسونيك سنسور او حساسات الصوت، وواحدة بتستقبل البيانات من اللايدر. الاتنين دول بيبعتوا البيانات لنود تانية مسؤولة انها تحدد اتجاه الهروب بتاع الروبوت. يعني الروبوت لو حس ان في حاجة جاية من قدام قربت مثلا على بعد 30 سنتي او 40 سنتي، يهرب في الاتجاه المعاكس لورا. تقوم النود دي تبعت بعد كده الاتجاه لنود تانية مسؤوليتها انها تبعت التعليمات عن طريق اليو اس بي للاردوينو، اللي هي مسؤولة عن التحكم في المواتير، وبتقول لكل موتور تلف بالطريقة الفلانية في الاتجاه الفلاني. هنا أنا واجهتني مشكلة ليها علاقة بالأسلاك بتاعة الألتراسونيك سنسور. كل ألتراسونيك سنسور طالع منه 4 أسلاك، والأسلاك اللي أنا استخدمتها هنا كانت ناشفة شوية، فده خلى حركة الجزء اللي راكب عليه الألتراسونيك سنسورز تقيل جدا، فده للأسف حرق موتور السيرفو اللي المفروض يعمل الحركة دي. كان عشان أحل المشكلة ديت يا إما أستخدم سيرفو أكبر، بس للأسف ما كانش عندي مساحة جوه الروبوت إن أنا أعمل حاجة زي كده، أو إن أنا أعيد توصيل الأسلاك بتاعة السنسورز، وده كان هيبقى قصة كبيرة وهحتاج أفك كل حاجة وأركبها تاني، فقلت أجرب الروبوت كده وخلاص. ده الشكل النهائي للروبوت. خلينا أشغله وأوريك الروبوت بيعمل إيه لما تحاول تقرب منه. هنا أنا بحاول أمسك الروبوت، وهنا أنا بحاول أجري وراه وهو بيهرب مني. عايز أوريكم بقى لما الروبوت بيتزنق في حتة بيعمل إيه. هو بيفضل يتحرك لحد ما يلاقي حتة فاضية يعرف يقف فيها. هنا أنا قلت أحط شوية حاجات حواليه أشوف هيعمل إيه. هو فضل فعلا يبعد عنهم، بس في الآخر جه واتجنن شوية. بعدين قلت أجرب لو حدفت عليه حاجة هيعمل إيه، فقعدت أحدف عليه الكرة ديت وهو كان بيستجيب ليها وبيهرب منها. المشروع ده كان جميل جدا بصراحة، لأن أنا اتعلمت فيه حاجات كتيرة جدا، وفي الآخر حسيت إن أنا أنجزت وعملت حاجة كويسة.
صحيح الروبوت ما كانش بالمستوى اللي أنا عايزه 100%، لأن كان في شوية مشاكل صغيرة، علشان كده لسه في حاجات تانية عايز أعملها فيه. الخطوات التانية إن أنا عايز أخلي اللايدر للنافيجيشن بس، والألتراسونيك سنسورز هي اللي تلقط لو في حد قرب من الروبوت. بس علشان أعمل كده محتاج الأول أتعلم إزاي أطبق النافيجيشن في نظام الروس، ولازم أشوف حل موضوع الأسلاك بتاعة الألتراسونيك سنسور، بحيث إن أنا أعرف أحرك الأربعة ألتراسونيك سنسورز بصورة أفضل. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو في حاجة محتاجيني أوضحها أكتر أو أشرحها اكتبولي في الكومنتس، وأنا ممكن أعمل فيديو عليها.